1 2 3 funky. اهلا وسهلا لا فامي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. صباح الورد، صباح الزهر، صباح الفل، صباح الياسمين. جيتكم اليوم ان شاء الله بفلوق جديد، خرجه جديده، تفويجه جديده. ما كاين غير خروج تفواج، ما كاين غير البحر البحر البحر. اذا فلوق اخر، يوم اخر كيف قلت لكم من ايام المغامرات الى البحر مره نقولوا رابعه او خامسه من قلب مدينه اكادير. خرجنا صراحه، فطرنا، خرجنا. فكيف ما قلت لكم فطرنا، خرجنا، شدينا الطريق الصراحه. صحاب اكادير او الناس اللي كيزوروا مدينه اكادير، فما بين اكادير والصويره، على طريق الصويره، فهاد الساحل راه اللي ما اكتشفوش الصراحه راه مازال ما شاف والو في بلادو. واحد الساحل اللي كل بحر فيه كينسيك في بحر، كل بحر كينسيك في بحر. فما حدك انت غاده على طريق الساحل وانت كتكتشفي بعض البحور او بعض الشواطئ، ماشي بحور، بعض الشواطئ اللي رائعه. فهنا وصلنا لمدينه اورير او المنطقه تسمى باورير. ومن بعد قبل منها فتنا انزا، اللي واحد الشاطئ حتى هو الاسم ديالو انزا. غادي نحاول نعطيكم بعض الاسماء ديال الشواطئ اللي كتواجد هنا. اذا هذا المكان او هذا الشاطئ اللي وصلنا ليه، اللي غادي نقضيو فيه هذا النهار هذا ان شاء الله. وقفنا هنا في شاطئ اموران، فراه كتفوتي تغازوت صراحه. الا بغيتي البحر الرائع فوتي المنطقه ديال تغازوت، لان كيف ما كتعرفوا هذه المنطقه ديال تغازوت راه معروفه ومشهوره، وبالتالي كتكون عامره بزاف. فلهذا فوتوا تغازوت وغتلقاو شواطئ زوينه وما كتكونش مملوءه الصراحه، ما كتكونش يعني فيها اكتظاظ بزاف. فهاد المنطقه اموران منطقه زوينه غزاله. اذا يلا معنا نكتشفوا هاد الشاطئ هذا. كيف قلت لكم شاطئ اموران اللي كيتواجد على الساحل ديال مدينه اكادير اتجاه صويره. اذا نخليكم معايا، ما تمشيو فين. اذا كيف ما كتلاحظوا هذا هو شاطئ اموران. شاطئ زوين نقي، ما فيهش اكتظاظ بزاف، ما عامرش بزاف بالناس. صراحه استمتعنا فيه، عملنا فيه، الماء ديالو غزال نقي حتى هو. عندك هاد المناطق كامله تقريبا اللي مشينا ليها، كلها مناطق كتمتاز باصحاب السيرف. فكيف قلت لكم الناس محبين ركوب الامواج كيلقاو المتعه ديالتهم في هذه المنطقه. كيف ما كتلاحظوا راه هما القدام كيتواجدوا بكثره. الصراحه هاد الشواطئ كلها اللي زرتها موجودين هنايا. فبعد ما استمتعنا بالتبحيره ديالتنا، خدينا الرحال الى المنزل وتمينا راجعين. غادي ناخذ لكم كذلك بعض اللقطات في الطريق. كما كتلاحظوا الصراحه اكادير او المناطق ديال اكادير الساحليه كلها رائعه بزاف بزاف.
عبرتي مكانش انا بالي ولا بيك الدنيا ما تسواش يتبدل حالي الوليدة هموم الدنيا هم ينسوني فيك الوليدة ندير المحال يا غير بها تعالي يا بيبي ضميني توحشت فايت معاك انتي يا ملاك انتي يا لافيدا عمر ولك بيد انتي اللي كان هواك ومعنى قلبي وماك يا روحي ولا غادي ندير الهول انا مهبول انا غادي في الخروج انا داير مزيكا زايد في الفوليوم انا وبليلي فكرني باللي فات يا روحي ولا غادي ندير الهول انا وقلبي يلهم عيانا راني رايح وخلي امانه عبار لامي ملي تربي الحنانه كل درتيلي يجيبها لك ربي دنيا طويله مازالت حلتي انتي قلبك بارد جميل تحسي رفعت الجلسة وتدوسي كلاسي يونا مار رصاصي كملا ميموار يونا مار بروبليم ويزي سوار. اهلا وسهلا، رجعت معاكم. هذا اليوم الثاني اللي كتلاحظوا اللبسه التغيرات، فراه اليوم الثاني كذلك الوجهه الى البحر. فاليوم قررنا اننا نبدلوا عاوتاني الوجهه ديال لابلاج اللي مشينا ليه. كيف البارح كنا في اموراي، اليوم غادي نفوتوه ونشوفوا فين غادي نحطوه. وهانتم معايا غادي نحاول انني نساريكم سواء في المدينه الداخل سواء في البحر. هذا هو اموراي فكنا البارح. هذه تغازوت هذه. تبدل جهدكم التسالي بالكم عليها حاله ايوا لوطيلات ودوك الفيلات ديال الكرام. الحلقه ديالي كاين المناظر كاين جبال وبحر المناظر. بالنسبه للمدن الاخرى راه 300 ريال قاعدين. انا مخير مرات شوف الكيلو ب 20 درهم 30 درهم 20 يعني. ريجينسي تغزو تسرعوه.
فهنا كيف ما غادي تلاحظوا وصلنا للتغازات الأصلية الأولى. فالأولى اللي دزنا عليها فهذيك المنطقة السياحية 100%، وفيها لي زوتيل وفيها لي زابارتمون يعني هاي كلاس. وهذه هي الأولى اللي كانت كيف ما كتلاحظوا راها شعبية، وفيها يعني سكن عادي، ديور عاديين ديال الكرا ديال الناس يعني الشعبيين. والمنطقة صراحة كانت عامرة بزاف، لقينا الطريق عامرة فيها لأننا حنا نزلنا دخلنا ليها. كاينه الطريق ديال الرئيسيه من الفوق الا بغيتي تمشي غير على الخارج، بغيتي تدخل ليها راه كاينه الطريق ديالها اللي كتهبط لتحت. فهبطنا باش نشوفوا اكيد المناظر كيف ولات. فالصراحه كتر البني بزاف، كتروا لي زابارتمون، يعني الناس ولاو لقاو فين يكريو. وكاين الرواج بزاف سيرتو تغازوت. فهي المنطقه الوحيده تقريبا نقدر نقول اللي لقيتها على الساحل انها عندها شعبيه كثيره. ما عرفتش الناس ولفوها كيجيو ليها. ورغم ذلك كاينه مناطق يعني ملي كتفوتيها اولا شواطئ اخرى ملي كتفوتي تغازوت، شواطئ رائعه بزاف بزاف بزاف، وكتستحق حتى هي الانسان زعما يمشي ليها يوصل ليها. هذا شاطئ أغرود، كل شيء عامر تبارك الله. وحنا مستمرين في الطريق ديالنا، وصلنا الان لهذا الشاطئ اللي اسم ديالو شاطئ 25. حتى هو معروف كيف ما تلاحظوا راه عامر بالناس. الصراحه في هذا الشهر 8 الشواطئ كلها تقريبا لقيناها يعني ماشي مملوءه، ولكن كاينين الناس ما شاء الله، الناس خارجين. فمازال حنا مستمرين في الطريق ديالنا، تقريبا غادي نضربوا عليه واحد 90 كيلومتر عاد غادي نوصلوا المكان اللي غادي ليه. فلا بلاج اللي غادي ليه اللي اقترح علينا اليوم الاخ ديالي، لا بلاج يسمى بإمسوان، يعني شاطئ إمسوان، شاطئ كيقولوا رائع بزاف. اذا لا فاميلي العزاز، وحنا مستمرين في الطريق ديالنا. الان كندوزو على منطقه تامري او لا بلاج تامري. هاد المنطقه هذه هي تابعه لجماعه تامري بالفعل. فهاد المنطقه كتمتاز كيف ما كتلاحظوا، واخا ما كيبانش مزيان كتمتاز بالحقول ديال الموز.
وحنا كذلك غيبان لنا الحقول ديال الموز. فواحد المنطقه كبيره اللي كيتم فيها زرع الموز، وصراحه واحد الموز البنه ديالته رائعه. اكيد الفاكهه ديال البلاد كتكون احسن بكثير من المستورده، فندعموا الفواكه ديال البلاد ونشريوها. واخيرا لفامي العزاز وصلنا لتراب جماعه امسوان. فهذه المنطقه تعرف باسم امسوان او جماعه امسوان، وهي اللي فيها الشاطئ اللي غادي ليه. فتقريبا ضربنا واحد 100 والصرف 105 كيلومترات تقريبا بين يعني اكادير او اول شاطئ باكادير حتى لشاطئ امسوان. فراه تقريبا جا في المنتصف الطريق بين اكادير والصويره، مسافه طويله بالفعل ضربنا ولكن يستاهل. واخيرا وصلنا للبحر ديال امسوان. امسوان يا امسوان، ضربنا عليه الكيلومترات. وبعد ما وصلنا غادي نحبس معكم الفلوق باش ما يجيكمش طويل، لانه بان ليا غادي وتيطوال وباقا التتمه طويله. فغادي نحبس معكم هنا وغنقول لكم عقلوا معايا، راه حنا وصلنا اخر المطاف الى امسوان، ونكملوا الفلوق ديالنا ان شاء الله من بعد. اذا الى اللقاء مع فلوق اخر ان شاء الله يا ربي. مع السلامه. 1 2 3 funky. My darling, I love you, I love you, I love you.